ازاي تتخيل ان الناس يعني بنت حاجه زي كده ازاي؟ My grandfather has a territory after the tunnel, for example. I remember when I was younger, baby. منظر فظيع فظيع. I jumped between. صباح الخير في آخر يوم في لاسبازيا، لاسبيزا. إن شاء الله النهاردة هيبقى يوم غير تقليدي شوية، يعني مش هنبقى في المؤتمر وكده، لا هم هيورونا بقى المعالم السياحية اللي في المدينة والأماكن الأثرية اللي مصنفة تبع اليونسكو. كان في برضه حاجة عاوز أنوه عنها، المدينة هنا يعني من أوائل المدن اللي عملت الموضوع ده بتاع تصنيف الزبالة ده. يعني دي كلها انواع مختلفه جدا من الزباله عشان يعملوا لها ريسايكلينج، وطبعا ليها نظام دفع وليها نظام تشغيل وموجوده في كل حته في المدينه، والموضوع بسيط جدا. انت بس بتحط هنا الكارت بتاعتك وتضغط على ده تلاقي ده يفتح لك كده، تمام. لقينا كده طبعا ما ينفعش اي حد اللي هو يعمل فيها، لازم يكون من السكان، ولازم السكان دول يكونوا متسجلين، لان كل منطقه مثلا معينه ليها مكان تحط فيه الزباله بتاعتها. فانت بيبقى كل اسره مثلا بيبقى ليها زي كارد كده تاخده وتبدا اللي هي تقدر تستخدمه علشان خاطر تفتح الزباله بتاعتها وتحط الزباله بتاعتها في الاماكن المصنفه بتاعتها دي. طبعا انت لما تشوف الست مثلا نازله تحط الزباله بتاعتها تبقى ماشيه بثلاث اربع اكياس، تمام. ليه؟ لان كل كيس هيتحط في مكان معين، فده طبعا بيوفر كتير جدا على الدوله، وبيقدروا هم يستغلوا حتى الزباله ديت في حاجات كتير. وطبعا ما ينساش التاتش المصري اللي طبعا ما اقدرش امشي من غيره، اللي هو لازم يكون معايا اكل مصري، لان الاكل بتاعهم يعني مش هاكل انا بتاع ده كورن فليكس على الصبح، يعني مش هو ده اللي هيشبعني يعني. يلا اشوفكم بقى في الفيزيت اللي احنا رايحينها ان شاء الله. دلوقتي احنا رايحين نركب الاتوبيس، واللي جنبي ده هو ده الفندق اللي احنا كنا فيه. اول ما نوصل هناك هيبقى اكيد في يافطه مكتوب عليها الاسم ولا حاجه، فهقول لكم الاسم بتاع المكان اللي احنا رايحينه، بس هو اسم مشهور جدا، يعني مكان مشهور جدا قصدي. بيقول لك في على الجنب الشمال ده هيبقى في منظر هيخلينا كلنا نقول واو بعد النفق ده على طول، فهنستنى كده نشوف المنظر مع بعض. بسم الله. مفيش حاجه شفتها لحد دلوقتي. It's Twin City, grazie. It's the Twin City with the oh wow, the blues. See the blues. A member of the Fondazione Manarola ده البحر الابيض المتوسط. This is, you see the wind, why I told you to take the scarf? Because it was a very windy day. Cafe on the I think we have to prolong our workshop. It's a fantastic idea. الطريق لوحده بيعقد، الطريق لوحده بيعقد، بس فكرة احنا معانا مرشدة سياحية بتحكي كل حاجة بالانجليزي، بس هحاول انا الحاجة اللي افهمها واقولها لكم يعني. دلوقتي احنا وصلنا للمكان اللي احنا المفروض هنعمل فيه الهايكنج يعني، فعاوزين بس نعرف المكان ده اسمه ايه. Parco delle Cinque Terre. We are in Parco delle Cinque Terre. ايوه المكان ده هو اللي احنا And this place is Comanarola. كومانارولا. اوكي. هم هنا عندهم حاجه زي قطر صغير كده، القطر ده طبعا مش مسموح للسياح اللي هم يركبوه، بس القطر ده هم بيمشي على الجبل كله بحيث ان هم يقدروا يلموا الفاكهه. فلما تيجي تبص كده هو هتلاقي الفاكهه هناك اهي، بس هو ماشي بس الراجل واقف. فده القطار اللي عندهم، قطار صغنطوط كده الباشا على البتاع ده. والله نفسي اركبه جدا بس ممنوع، يعني اللي هو التراك اللي هنمشي فيه، واحنا في منطقه اسمها مانارولا.
هنا يعني جنة طبيعية 100%. اهو الراجل ده محظوظ. طبعا احنا جايين كده كسياح. اوه فما بالكم بالجنة بقى يا جماعة. تعالى بس نتخيل كده ان انا مثلا قاعد في البلكونة دي، فبطلع على الفيو الجميل ده وعلى الجبل. So you just talk to your phone. Okay. طيب احنا دلوقتي عندنا حلين، الحل اللي احنا نمشي في طريق البطيء والحل اللي نمشي في الطريق الطويل بس اسرع شويه، فاحنا اخترنا الطريق الاسرع عشان خاطر فيه حاجات اكتر، يعني معالم اكتر ممكن نشوفها. This is danger. لازم اكون مركز بقى بعد كده عشان خاطر طرق يعني صغيره جدا. المنطقة اللي احنا فيها دي مشهورة بالعنب. ده عنب اهو، دي طماطم. هنلاقي كل انواع الفواكه كل حاجة. اصل المنطقة دي كلها اصلا زمان كانت قايمة على الزراعة في الاساس. دلوقتي هنبدأ نطلع هنا البتاع دوت، فقدامنا ربع ساعة كده من الطلوع. We said no picture. Go. بس قدامنا كتير اوي عشان نوصل. ده العنب اهو زي ما قلت لكم. لسه قدامنا مسافات، قدامنا حوالي 50 متر على ما نوصل للقمة خالص، بس ده الفيو لحد ما احنا حاليا. ده المكان اللي احنا فيه، ولو وقعنا هنا خلاص بقى كل طيب. طبعا زي ما قلت لكم ده الطريق، ده البتاع بتاع القطر اهو، لكن الفكرة كلها اللي احنا مش مسموح لنا ان احنا نركبه عشان هو مش سيف قوي يعني. احنا دلوقتي في يعني في اعلى نقطة ممكن السياح يوصلوا لها. دي المدينة تحت اهي، وده الفيو من هنا. طبعا هم حاطين دول عشان لو قدر الله حد اتزحلق ولا حاجة يعرف يمسك فيه. And the same traditional knowledge used by the Asian people. So you see this kind of landscape, and it's very similar. Same traditional knowledge and same way to take care of the territory. And let me underline that exactly for this reason we got in 2000. اللي واقف هناك دوت ده اللي هو اعاد اعمار البتاع ده، لان كان 2011 حصل امطار غزيره يعني، فكل ده اتحول للشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي هو اسمه لاند سلايد. يعني زي ما انتوا شايفين هنا الشجر نفسه وقع في البحر فساب الشكل ده، الشكل اللي مش هينفع تستخدمه اصلا. هو الراجل اللي انا صورته دوت كان هو الشخص اللي كلم الحكومه وخد فند منها ان هو يعيد بناء كل الكلام دوت بالشكل ده كده اللي هو يكون صالح للزراعه. ده كله عباره عن عنب. So they developed this technique during the centuries, and the most important thing is. Dicevo che svolge una duplice funzione. Da un lato è quella, diciamo, di contenere il terreno e quindi rendere, appunto, creare il terrazzamento, rendere, diciamo, creare delle fasce in cui la pendenza non è così accentuata come quella del versante. So the first aim, of course, is to contain the land, to bridge this wall in order to have not that high pendency, but to have the opportunity to have flat little piece of land to be cultivated. دلوقتي احنا خلاص خلصنا الجولة اللي هي تبقى فوق المكان العالي اللي احنا فيه دوت، ومفروض احنا هننزل بقى تاني. فأتمنى تكونوا انتوا اتبسطتوا واستمتعتوا بالفيو الجميل اللي احنا فيه دلوقتي ده. Not for me. I would like for them to have more people out. I would, but I'm saying like only one person doesn't change much. You have to have somebody to stay there. Like EBS. That's absolutely wonderful. Yeah, it is. It's fantastic.
نتمشى كده بقى لحد ما نوصل للناس اللي هناك دول معانا اصلا، بس ما وصلوا لحد هناك. دلوقتي احنا هنخش معرض هيقول لك قصة المبنى ده كله، ازاي هم بدأوا اصلا اللي هم يقعدوا في المكان دوت، وازاي اللي هم بدأوا يعمروه الكلام ده كله، فهنسمعه دلوقتي بس. دي المدينة بقى نفسها اللي هي بنقعد نتصور عليها من بعيد، هي دي المدينة نفسها من جوه بقى. حاجة بتنشر اهي، بتنشر غسيل، شوف ملايات اهي، بتنشر ملايات. بيقولوا كل الايطاليين شبهنا. Aspettando per fare la foto, perché sennò facciamoli sul porto magari. زي النيلة يعني، بس هو مفيش سفن معرفش ايه، بس هما بيقعدوا ينزلوا في المية دي بقى كده خضرا وجميلة يعني. السمك فين السمك؟ اصور ريحة السمك ازاي يعني؟ مش فاهم. انت تفكر يعني. صح. بصوا يا جماعة ريحة السمك هنا فظيعة، الناس هنا بتاكل سمك يعني لدرجة خلاص. شفت راجل نط؟ الراجل كان هنا نط. اتمنى تكونوا يعني استمتعتوا بالفيديو. السلام عليكم.